بقول لك ايه يا معلم كريستيانو؟ كنت عايزك كده في مصلحة. اصل الاهلي هيلعب بكرة مع فريق من عندكم من البرتغال اسمه بورتو، فكنا عايزين يعني تكلم لنا حد من عندهم يعرفنا دنيتهم عاملة ايه، يعني الخطة، اخطر اللعيبة عندهم، ناويين يلعبوا ازاي قدام الاهلي كده يعني. كان على عيني يا امام، بس للاسف معرفش حد هناك. عارف لو سبورتنج لشبونه ولا بنفيكا كنت عملت احلى واجب معاك. ده انا كنت خليتهم ما يجيبوش ولا جون خالص في الاهلي. وبعدين يا ايمو انت موجود اهو. ده انت بالميت تجيب في بورتو ده جونين تلاتة. وزي ما بيقولوا امام لديكم فلا خوف عليكم. جرى يا كريستيانو؟ انت اعمى ولا احول ولا ايه ظروفك؟ مش شايفني يا عم مجبس دراعي؟ مش انا اتصبت في اول ماتش بتاع انتر ميامي ده اللي فيه الواد ميسي، وما لعبتش غير 10 دقايق، وادينا اهو هقعد لي بتاع شهرين 3 من غير لعب. لا حول الله. وحياة جونيور ابني ما اعرف. اصلا أنا الصراحة مش متابع البطولة دي، لان الواد جونيور قعد يتخانق هو واخواته لحد ما كسروا الشاشة، وبعتها تتصلح وما جاتش لحد دلوقتي. وبعدين اوعى يكون الواد ميسي هو اللي عورك. ده انا اروح اجيبهولك من قفاه. لا لا، مش ميسي، ده واحد تاني كده معرفوش. بس الصراحة الواد ميسي عمل معانا الغلط، علشان روحنا بعد الماتش نتصور معاه، وده بقى عاش الدور وشاف نفسه وعامل لي فيها احمد عز. رحت حالف بالطلاق على اللعيبة ما احنا متصورين معاه. يا عم سيبك منه، ده عيل مغرور. دي فاتته اهم لحظة في حياته انه يتصور مع لعيبة الاهلي. بس خلي بالك، غلط على الزلط انكم اتعادلتوا مع انتر ميامي ده. دول على الاقل كنت اديتوهم 3 4 تجوان. دي فرقة معاشات يا عم ايمو. ده انتوا جالكوا يجي شكارة فرص. ما هو لسه يا عم كريستو الفرقة بتلين، يعني المدرب جديد واللعيبة برضه جديدة ولسه ما انسجموش مع بعض. بس يا سلام يا واد يا دون لو نفوز على بورتو ده ونصعد للدور اللي بعد كده، ده كده يبقى اتسطرت معانا قوي ومش عايزين اي حاجة تاني. انت عارف يا واد يا ايمو، لو فزتوا في الماتش ده، ده انتوا هتعدوا الفلنكات. هتاخدوا 2 مليون ارنب للفوز، و7.5 مليون علشان اتأهلتوا لدور ال16. يعني تقريبا كده بالمصري بتاع نص مليار. وبعدين الفرق البرتغالية دي كلها خيخة، يعني ما تخافوش منهم وادوهم على مناخيرهم. ربنا يهدي ريفيرو المدرب بتاعنا ويلعب بخطة هجومية، يعني يرمي له 3 4 مهاجمين قدام، وكده كده احنا مش خسرانين حاجة. المشكلة بقى لو انتر ميامي وبالميراس اتعادلوا، هيبقى كل واحد فيهم 5 نقط، وهيصعدوا هما الاتنين واحنا نقعد نغني ظلموه. فرقتين واطيين ويعملوها يا ايمو. بقول لك ايه، سيبها على الله واللي يحصل يحصل. بس ريفيرو ده انا مش مرتاح له، والاهلي كبير عليه. وبعدين ما كان عندكم مارسيل كولر وكان شغال ويوميته طالعه، مش عارف مشيتوه ليه. اه والله يا دون على رأيك، كولر ده كان حظ معاه حلو قوي، وكنت بجيب اهداف بالعبيط، انما ريفيرو ده مش شايف نفسي معاه، واديها كملت بالاصابة، ومش عارفين اللي هيحصل في اليومين الجايين. هيحصل كل خير ان شاء الله. وبعدين ما تقلقش يا عم. وعلى رأي الفنان سعد الصغير، الاهلي في كل حته بيجيب جوان حتى لو راح اليابان.